الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. راحت لجنة تروح. عمي خالد. هلا. الحمد لله على السلامة. سلمك. الحمد لله على السلامة يا عمي. هلا وسهلا. عمتي عمي خالد وصل. عمي خالد ايه؟ وي ليلى خالد وصل. خالد؟ اي نعم يما خالد وصل. هلا يما هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا ابوي. هلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اعذريني يمه، ما قدرت اجيب لكم الهديه اللي كنت اتمنى اجيبها لكم. وي بعد عمري تعيش وتيب ان شاء الله. دشتك علينا بس تسوى الدنيا. هذه لك عاد يمه. بس عمرك طويل. هذه لك ليلى. مشكور وما قصرت، فيك الخير. برقيتين ورساله انا مطرشت لك علشان انت تشوف ابوي قبل لا يموت، كان وده يشوفك. انا كنت مشغول وكانت عندي امتحانات وما قدرت اجيكم. بس بعد هذا هو قال عذره ما يلام. لا صاجه ما يلام، الله يلوم اللي يلومه. ترى مات انتي، ترى مات. يعني ما تشوفيني تعبان من السفر؟ لا مبين عليك التعب، مبين عليك التعب والارهاق من الدراسه. مسكين ايش فيك انت؟ كلت قلبه والله. تبي يلطم على وجهه. الحزن بالقلب ما هو بالوجه. ولا تبي نيت لحالك مثل منصورو. ما عليك منها يما، لا تحر روحك. شمها روحي ما شمها روحي. وهي قاعده تتهمي بالتقصير. شرع علي انا اللي ترك الدراسه وياكم. وي تركت الدراسه؟ ايه علشانكم. من علشانها؟ يعني تبين اخليكم بروحكم؟ من لكم غيري بهالدنيا؟ والله وانت صاجي بعد عمري. عسى الله يخليك ان شاء الله. الحين انت ريال البيت والكلمه كلمتك. عيلي الشاطر جاب شغلك وجاب حلالك ما دامك تركت الدراسه. ايش حق انا جاي؟ باكر بتشوفيني ان شاء الله. كفو عفي على ولادي. اي يما دير بالك على حلالك وفليساتك، لا تخليها بيد الغريب منصورو. ياك الموت يا ترك الصلاة. أنا سمعت إن خالد بيقعد هني، مو هو براد عشان يكمل دراسته. هذا شيء ما يهمني، هو أدرى بمصلحته. بيتفرق لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تو جاي يمديك عرفت نواياه؟ المكتوب ينقرأ من عنوانه. من علامات المطر البرق والرعد. العاجل لا شاف العلامات هذه دش بيته وانخش واحتاط. لكن اكو بعض ناس ما يصدقون ان المطر نازل لما ينزل مثل السيل ويغرقهم ويدمر هدومهم. عنيد وراسك يابس. لا هو يعطيني ظهره بعد. اسمع يا منصور، اسمع نصيحتي واستغل الفرصة مدام انها تحت ايدك، ولا اكيد الدنيا هي اللي تعطيك ظهرها. وبعدين وياك ترى انا صبرت عليك اكثر من اللازم، ما عندي استعداد اسمعك اكثر من كذي. سامع؟ يعني تبي تقنعني ان موقفك هذا ورفضك نابع من الامانه؟ لا يا منصور، انت خواف. موقفك هذا من الخوف، وانت عودت على الحياه هذه ولا عندك استعداد انك تغيرها. شيء واحد يمنعني اني امد ايدي عليك، كونك اكبر مني بس. وش معنى ما تمد ايدك على خالد وهو يمد ايده وريله بعد؟ سالم نام احسن لك. تصبح على خير.
هو شو سهرانة للحين؟ ليش ما نمتي؟ مو يعني نوم. والسبب؟ يا يمه عندي موضوع مهم شاغل بالي وودي انك تشاركيني فيه. وخير هالموضوع هذا ما يقدر ينطر للصبح؟ انا اللي ماني قادرة انطر للصبح. يا يمه ودي انام، ودي ارتاح. زين وشنو هالموضوع الخطير هذا؟ يمه تذكرين ابوي الله يرحمه قبل لا يموت طرش على المله وقال انه يبي ضروري. تدرين ليش وش الاسباب؟ واللي عافيني بس خلينا انام. يمه واللي يسلمك كلميني. انت تدرين ابوي ايش بقى بالمله؟ ابوك راح واخذ سره معاه. لا ابوي ما اخذ سره معاه، ابوي خلى سره عندي انا معاك وانا اقول لك شو السالفه. ابوي لما طرش ورا المله كان يبيه علشان يكتب شيء بوصيته حق منصور، واعتقد انه ناداني انا معاك واستشاري عشان ياخذ راينا. بس انا ما اخذ رايي. حتى لو ما اخذ رايك المفروض ان احنا نكون امينين وننفذ وصيته. ابوش بالاخير قام يقط خيط وخيط من المرض. ابوي ما كان يقط خيط وخيط، ابوي مثبت كل كلمه قالها. وليش ما قال لي انا؟ يما اظن انه قال لك لما ناداني انا معاك بالدار وقاعد يحاكيك عن الموضوع. خير؟ ايش قلتي؟ تكذبيني بعد؟ حاشا يما ما كذبتش، لكني ملزومه اقول الحق وانفذ وصيه ابوي. بس ولا كلمه؟ ما بش تبين طاري هالموضوع مره ثانيه. ما بقى الا الغريب بعد حال يشاركنا بحلالنا ومالنا. خوش والله ما قصرتي. ليش هذا مو حقه؟ تعبه وكده هالسنين طويله ما يهتمن عندكم؟ امانته وخلاصه ما له اي اعتبار؟ نطمي بس نطمي. زين اللي اخوك مو ويانا كان قص لسانك قص. بس اللي يقول الحق بهالبيت ينقص لسانه. الحين منصور بدينا كل شيء، ما تخافون انه يعاملكم على حسب نواياكم وياخذ اللي يبي؟ بس قلت كم طمي وسكتي يلا خمدي. ما راح يلحق ينفذ اللي بباله. من باشر اخوك مستلم كل شيء. سلامة عمرك. يلا خمدي يلا. بطل، ايش فيك خايف؟ بطل تجوري. لا أنا خايف يا سالم. مستحيل. لا ما في داعي. تعال، وين رايح؟ تعال، هذه فرصتك. باكر يطردونك، لا تضيع الفرصة من ايدك. يلا بطل تجوري. طيب أنا وش أسوي؟ اللي باخذه من التجوري؟ تنقذ نفسك، بتعيش حياة كريمة نظيفة غير هذه. بتمتع نفسك، بتاكل وتشرب وتشوف الدنيا. هذا أنا قاعد آكل وأشرب وناقصني شيء. يعني كل من ترس بطنه
قالوا عنا ياكل. خلنا من الاكل والشرب. البيزات اللي بتاخذها بتغير حياتك، بتقلب حياتك فوق حدر. اذا انت ما تغيرت نظرة الناس لك تبي تتغير. يلا يا منصور، يلا بطل تجوري. يلا 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 يا منصور، يلا يلا لا يسرقنا الوقت. يلا مد ايدك، مد ايدك، اخذ. طيب عمي ابو خالد لما مات الله يرحمه شو اللي اخذه وياه؟ هذه امواله، هذه فلوس مكدسه. ما عرف يتمتع فيها. عطني الاموال هذه وانا اعلمك شنو الفرق بين الحافي والغني. لا مستحيل، مستحيل ابوك. تعال. وين رايح؟ مستحيل، مستحيل امد ايدي على اموال امانه برقبتي. لا مستحيل، مستحيل. عطني الاموال هذه وخل امانتك لك. عطني اياها وانا اعلمك شو اسوي فيها. واذا صار نصيب والتقينا تبي تشوفني وانا بسياره كشخه وانت ماشي ودشداشتك لمركبتك. اشوف. سالم، اقول لك وخر عني. وخر اشوف. وخر فلوس هذه يا مينون. سالم، فلوس هذه. لا يا سالم، لا يا سالم، لا لا يا سالم، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكيد قاعد تحلم. مو حلم يا ثوم. حلمان ابو خالد قاعد يكفخك ها؟ علشان كذي قمت مفزوع. لا مو خالد، ابليس اعوذ بالله منه. ابليس يا منصور ما يلحق الناس اللي يطلبونه. اكيد كنت تفكر فيه قبل لا تنام. تعوذ من ابليس ونام. تسلمي لي كم على هالجويهه. الله يسلمك. بس ما ادري خالد، انت قبل لا تسافر ما كنت تحب تشرب الشاي، والحين اشوفك الايام وايد تشرب. اخاف انك بس بهالسفر بعد تعلمت اشياء ثانيه. عفا يمه، تخافين علي؟ ولدك رجال. صدقني تغيرت، شفت اشياء وايد وتعلمت اشياء اكثر، لكن لا، ولدك رجال. تغيرت وراح اغير اسلوب حياتنا للاحسن. هذا اللي اتمناه، واول خطوه انك تشرف على حلالك ومالك بنفسك. لا يمه، اول خطوه لازم اتخلص من منصور. لا لا يا خالد، لا. طول عمري اتمنى اتخلص من منصور. انا ما انسى انه كان السبب في حياتي مع ابوي، ما انسى. ابوي دائما كان يعايرني منصور، يقول اذكى منك، احسن منك. تكفين يمه، لازم تخلص من منصور هذا. ادري، بس مو الحين. انت تدري ان منصور هو الوحيد اللي يعرف شنو اللي لنا وشنو اللي علينا. خله يشتغل وياك ويساعدك ويعلمك كل شيء، ومتى ما بغيته يروح قول له مع السلامه، بس كل شيء بوقته حلو. صار يمه، روحي داخل ويصير خير ان شاء الله. منصور، منصور. نعم. اقعد يا منصور.
ايش فيك؟ اقعد. حاضر. منصور، شو اللي تتوقع اطلب منك؟ الشيء اللي كنت دائما تطلبه مني واحنا صغار، اني امشي واترك البيت. ابوي الله يغمد روحه الجنه جابك البيت وعشت معانا سنين طويله ورباك، وكانت هذه رغبته، وانا بصراحه حبيت اكمل رغبه الوالد. بس على شرط، لازم تطيعني وتنفذ كلامي بدون اي مناقشه او اعتراض. لكن بدون مناقشه يا منصور او اعتراض. حاضر. بارك الله فيك. كفو كفو. وحيل ابي منك تجيب لي كشف بجميع حلال الوالد. ان شاء الله باكر يكون عندك. بارك الله فيك. حتى مصلحة نفسه ما يعرفها. ابو فري من امس لليوم يتصل فيني يبي يستلم بضاعته، لكن ماكو فايده. مو بس خالد اللي ما يعرف مصلحة نفسه. سالم، حمال ديك اسكت اسكت بس. من ابو فري هذا؟ تاجر عنده وكالة، أقنعته إنه يبيعها لنا. خوش. ما قصر جزاه الله خير. قلت حق خالد بس يروح يوقع الأوراق، فصلى 10 مرات يواعده وما راح. وقعهم أنت؟ ذاك أول. الحين أنا مجرد عامل بالدكان. خالد هالأيام مو فارغ حق هالسوالف، قاعد يدور له بيت جديد بدال البيت اللي ثمنته الحكومة. وهو حتى قبل لا يثمنون له البيت ناوي على التغيير. إذا مو عاجبك التغيير عارض، امنعه. شو اللي ضحكك؟ حالك يا منصور، أنا عشت معاك سنين، لكن بصراحة ماني قادر أفهمك. شو اللي تبي تفهمه؟ قول لي. شيء واحد بس، أنت شنو؟ أنا أعرفك، راسك يابس وعنيد وقوي وتكره خالد وأمه، لكنك قدامهم مطيع جدا، لو ضعيف وأضعف من الضعف نفسه. أنا ماني عارف يا منصور، أنت قدامهم شيء ووراهم شيء ثاني. أنت منو؟ أنا منصور. أيوه منهم، القوي ولا الضعيف؟ اللي يكره خالد وأمه ولا اللي يحبه خالد؟ اثنين. لا، الظاهر براسك شيء قاعد تخطط له وتبي توصل له. يمكن. أعتقد إني عرفته، لكن هذا ما تقدر توصل له وأنت بهالحالة. الصبر زين. ما حق الصبر يقدر يغير شيء، الفرق كبير بينك وبين ليلى. وبعدين وياك انت منصور، انت كلمه والثانيه تنسني. قلت لك بس خلاص. انا اقول لك هدني انت ما تقدر علي انا. هدني اقول لك هدني، ما تقدر علي انا. يما ارتاح انت عايز تنام. ارتاح الله هذه جو تعب فينا بعد. شنو هذا؟ خلوا كل شيء على حاله. خلوا زين خلوه. هو ليش؟ هونا مسمين البيت؟ لا ما هونوا، بنروح بيتنا الجديد. بس يلا عايش تغلى خذ في ايدك. ان شاء الله. يح
اقول لكم خلوا كل شيء مكانه. واغراضنا هذه اغراض يمه، هذه اغراض. هالدثره هذه يسمينها اغراض. مع حق صاج خالد معذور، خو ما يصير تي زوجته واهلها بيتنا ويشوفون هالدثره هذه، لازم يشوفون شيء يليق بمكانتهم وبمقامهم. صح. انت قلتيها طنازه وانا اقولها صح. انا ما ارضى على خطيبتي واهلها يجون في المكان هذا. طلعوا برا، شوفوا الناس، شوفوا الفرق اللي بينكم وبينهم. حبكم للفقر. اي بس يما ايش قلنا لك احنا حتى تزعل الله يهديك؟ ما تسمعينها شو تقول؟ سمعيها. تبي تدفننا بهالبيت التعبان. انا ما قلت لا، سوي اللي تبي، اشتر على كيفك، حط اللي تبي، لكن مو الحين، شوي شوي، كل شيء بوقته حلو. روحي زين، روحي زين، روحي هيا. احنا عندنا خير، عندنا فلوس، ايش حق ما نتمتع. لا يما تمتع وتمتع. اسمعي يمه، مني وطالع تنفذون كل كلمه اقولها بهالبيت. انا ريال البيت لازم تسمعون كلامي. خلاص الكلمه كلمتك ولا يهمك. اسمعوا، شوفوا البيت اللي انا مختاره لكم. شوفوا الاثاث اللي صار اسبوعين ادور عشان اختار لكم الاثاث الزين اللي بيض الوجه. امشوا. امشي زين ما يبيهم. ليلى. يلا بس. ها ايش رايكم؟ لا عاد تبي الصج ينا فوق الوصف. اي نعم، علشان تعرفين ولدك خالد ما يختار لكم الا الشيء السامع. بس اقول خالد. نعم يمه. تدري ايش ناقصه؟ ايش ناقصه؟ ناقصه الحوش والجليب. حوش وجليب؟ الله يهداك يمه. الحين عندك الحديقه اللي شكبرها والزينه، تبين حوش وجليب؟ يما ينسي الحوش والجليب، حتى ذاك الفيجاتي. ايه مستعيل على تبديل كل شيء، يبي ينسى امس، ما يدري ان اذا نسى امس له اللي بيعيش امس ولا اللي بيلحق باكر. انت عمي ما تشوف؟ انا اسف بس غصبا علي اللي صار. الجنات ثقيله. الجنات ثقيله ولا؟ شيلهم يا شيلهم. لا خله يروح يجيب باقي الجناط وسالم يشيلهم. لا انا ابي هو اللي يشيلهم. ايش قلت يا منصور؟ حاضر. طيحت الجنات، قايل لك شيل جنطه واحده، لكن لزمت الا شيل 3 جناط. هذا يزات اللي يشيل اكثر من طاقته، ولا يعني تبي تسوي نفسك بهلوان؟ اخلص انت الثاني، حط الجنطه وهات بيت الاغراض. روح يلا. على امرك. اسمع سالم. نعم عمي. عقب ما تجيب الاغراض خذ معك منصور ونظف الحديقه زين، شيلوا الزرع الميت اللي فيها. على امرك. تبي؟ بس انا ما اقدر انظف ويا الحديقه، لازم اروح افتح الدكان. انا ما قلت تفتح الدكان اليوم. تنظف الحديقه يعني تنظف الحديقه. حاضر. خالد. نعم. ترى هاللي قاعد تسوي هذا وايد، ما يصير كذي. شنو اللي يصير يمه؟ تبيني ادللها؟ هالاشكال يمه ما تنعطى وجه. اللي يسمعك تقول كذي يقول منصور خادم بهالبيت. نعم. إذا حبينا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية فلازم نعتبر منصور واحد من هالبيت مثلك. ايش هالحكي اسمع؟ اصبر خليه يطق يمه، هذا منطق الضعيف، ما عنده وسيلة للتفاهم غير هذه. سمعي يمه، مو تحداني. انا ما ابي اي واحد يصل امره البيت، فاهمين؟ زين ماشي اللي تقوله. انت ايش فيك كله حاطه دوبك ودوبه؟ ليش تحدينا اخوك وتخلينا مد ايدينا عليك؟ يمه خالد مرسخها، خالد يبي له واحد يوقفه عند حده، وهذا واجبك انت يا يمه. يعني كل هذا ليش انه خانك منصوره؟ ما صارت هذه، الله لا يبارك بالساعه اللي شفنا فيها منصوره. ما في داعي للكلام هذا. انا مقتنع بكل اللي قاعد اسويه.
كلنا مقتنعين باللي نسويه، بس مو معنى هذا انه صح. صح غلط انا بكيفي، ما طلبت منك نصيحة. زين 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 زين، من رخصتك انا بروح هناك داخل، لا تنسى ان احنا بالملحق واخاف يبون شيء وما نسمعهم. وبعدين الله يسلمك، اليوم خالد عازم خطيبته واخوها على العشاء. اقول خالد عازم خطيبته واخوها. سمعت سمعت سمعت. بس لا تيكلك، انا ما ادري ان كلمة اخوها تسوي عندك حساسية وتخليك تحمق. ليلى، نعم. لمحين ما غيرتي ثيابك؟ اللي علي شنو؟ تقابلين الضيوف بثيابك هذه؟ اختي انا هذه ثيابها؟ بسيطة، غير اختك، شوف لك اخت ثانية. لا اكو حل ثاني، روحي غيري ثيابك يلا روحي. والله عاد الملابس هذه مسألة شخصية، مسألة ذوق. وانا اقول لك ما عندك ذوق، شلون بتقابلين خطيبتي واخوها بالثياب هذه؟ يا سلام، مصيبة. طبعا مصيبه، اكيد ما حيعجبهم. لكن عجبني انا. مو مهم يعجبك، المهم روحي غيري ثيابك يلا. ضيوفك وصلوا وروح استقبلهم. تعالي شوفي بنتك ايش لابسه. انا ما راح اسال لاني سمعت كل شيء. خشي، هذا على الأقل بيوفر علي المناقشة في الموضوع مرة ثانية. اي بس المثل يقول اكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. وأنا إيش علي من الناس؟ هذا شيء ماني مقتنعة فيه. بس علشان اخوك وخطيبته. اي خطيبته، هو استشارنا يوم إنه راح خطب، حالنا حال الناس، سمعنا من برا، والله والخطيبة خاطب له وحدة قد أمه. تفضل يا شباب تفضل، حياكم الله. اهلا اهلا، يا هلا مرحبا. يا هلا قوة. اهلا اهلا، شلونك؟ اهلا وسهلا، يا هلا تفضل. ويلا شنو هذا؟ شنو هذا؟ شيء ها؟ ذوق مضبوط. أدري. الله والله انك تعرف تختار يا ابو وليد. مضبوط. يا تمام والله، مبروك مبروك. الله يبارك فيك. خالد طبعا ما يختار الا الاشياء الزينه، ولا ايش رايك يا للوى؟ مو دايما. انجح تفضل استريح. يا هلا مرحبا. شكرا خالد. يمه هلا. ليلى ويني؟ ما ادري، روح شوف انت. على خير. ليلى يلا يا ليلى. نعم. ليلى لا تفشليني قدام، على الاقل جامليهم، حكي معاهم. انا ادري يا ليلى لما انت قاعدين مع لولوى بتحبينها وتعجبك. ما دام عارف كذي ليش حقاية تقول لي؟ تفضل روح روح قبل لا يزعلون عليك. وش حق الزعل؟ ايش راح ناخذ منه؟ ضحكوا يبا ضحكوا. خالتي لا تزعلين من قيس، هذه عادته دائما يحب يضحك ويتغشمر. لا ويا حافظ شي زعلني منه، هذا مثل ولدي. بس دمي اخف شوي. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. يا هلا مسا سلام. ليلى. قوة، ترى القعدة من غيرك ما لها معنى الصراحة. شكرا. يا هلا مرحبا. السلام. اهلا انسه ليلى. يا هلا تفضلي قاعدين تفضلي. هناك يلا احسن. ما يخالف. انت ما تقول لي ايش بينك وبين الخضره؟ بينكم عداوه؟ ها سامحني يبا سامحني. ها وبعدين وخر السكين هذه، ترى الشيطان ما مات. ويعلك ما تربح ايش قاعد تسوي؟ ها والله مي بعيده عليك. لا عمتي انت غلطانه، احنا انت قشمر. انت غشمر، انا مدمغه ما افهم. صار على الاكل. لا يا عمتي كلها نص ساعه وكل شيء يصير زاهد. البراده اللي فيكم ما تخلص. وي مالت عليك ماسخ، عطني ملح. على امرك عمتي. وانت هي يلا اغسل يدينك، روح ود لهم عصير. اقول لك اغسل يدك ود لهم عصير. عمتي ما يخالف، انا اودي له. وهو ايش فيه مكسر؟ يلا تحرك يلا. راح تشيلها واغسلها يلا. ان شاء الله.
انا اشوف ليلى ساكته طول الوقت وما تضحك ويانا، خير ان شاء الله. والله ما شفت ولا سمعت شيء يضحك عشان اضحك. يا والنكت اللي قاعد اقولها والله أنا. اكو ناس يسمعون النكته اليوم يضحكون باكر. صحيح، بس يمكن يضحكون على تفاهة النكتة. حلوه ليلى، هذه حلوه. قولي والله نكته ثانيه. شلون ايش صار؟ يمكن يضحكون على شكرا يا الحبيب، مشكور. أنا بشكر منصور. ولا خوش عصير انت اللي مسويه؟ اي نعم. ما قلنا لك شيء يا اخوي عدنان. شو اسمك يا الحبيب؟ اسمه منصور. لا ويعرف يطبخ بعد. والله شيء حلو تمام. هذا منين جايبين هذا؟ هذا طال عمرك جايبينه من سوق من دعي. عاجيك ولي. اخوي يجيب لي 3 من الله يخليك. واقف تروح المطبخ. وين رايحة؟ بروح المطبخ عن اذنكم. شوف، لا تخليه يفوح وايد ويصير عينك كل مرة، ولا طبخ وخلص وتسكر انشب. يما خلي كل شيء. روحي عند الضيوف انا اكمل. بحياتي ما شفت واحد كذي. روح حاضر، تعال حاضر، خم، اطبخ، سو اي شيء، كله حاضر حاضر حاضر. حتى الإهانة قام يسمعها ويقول حاضر. شو اللي يخليه يسمح للكل انهم يهينونه ويضحكون عليه ويتم ساكت؟ ما ادري شيء بطل جبت. كل شيء لحد، حتى هالجدر اذا طبخ زياده عن اللازم احترق. القطوه اذا حد اعتدى عليها دافعت عن نفسها واستسبعت. بعض ناس مو قادرين يصيرون مثل القطوه. اللي تقصدينه بكلامك ممكن يصير وحش. شو اللي يمنعك؟ انتوا معاملتكم لي خلتني احس اني اقل منكم. انتوا عودتوني على كذي. انت اللي رضيت بهالشيء وعودت نفسك. من وانت صغير كان خالد اخوي يطقك ويشبعك طق، كنت تفضل انك تسكت وتحط يدينك بمخابيك ولا تتكلم. كنت احترم ابوك، ما ابي ازعله. والحين شو اللي يمنعك؟ انتي لا تحملني مسؤولية فشلك وضعفك، أنا ما يعجبني الإنسان الضعيف. اي طبعا. انا وين وانتوا وين؟ اشياء جديدة بدأت تبين بعد ظهور قيس. ايوه استاذ. حلوه هي. ايوه. والله خالتي هذا شيء يعني طبيعي، وانا بصراحه يعني اعتبر خالد مثل اخوي، وانا ماني غريب عنكم بصراحه. اي والله ما انت غريب، انت هم مثل ولدنا، ولو اني ما شفتك الا مره واحده بس دشيت قلبي. شكرا خالتي، مشكوره. خالتي يعني الحقيقه انا ما ادري. ايش بيك مستحي؟ تكلم وخلصنا، هذا الحين وقت الخجل. مو توهقنا، شو نقول؟ شو نتحكى؟ خالد اخوي خالد، حاجه الوالده اقول لها انا اللي بتزوج ولا انت؟ الموضوع يا خالتي ابسط ما يكون، بس هم قاعدين يعقدونه. زين فهميني انت. الموضوع باختصار، قيس وده يكون زواجه بيوم زواجي. اي بعد احسن حتى تصير الفرحه فرحتين. يعني انت موافقه خالتي؟ ايش عليه؟ قيس وده يخطب ليلى. خالتي ايش قلتي؟ اي بس ما يصير كذي.
لازم تجيب امك ابوك، ولا بتسوي مثل خالد يعني يوم انه خطب لولوة، لا حس ولا خبر. لا خالتي عفوا، انا مو هذا قصدي، بالعكس انا قلت يعني اخذ رايك وبعدين اجيبهم معاي. اي بس انا هم لازم اشوف راي ليلى بعد. من ليلى؟ ليلى انا متاكد انها موافقه. بس ولازم اقعد وياها واخذ رايها. خالتي سكتي كاهية، اسأليها خالتي. تفضلوا العشاء جاهز. يلا تفضلوا. تفضل. اعطيني يدك. شنو؟ اعطيني يدك. انا اسفه، ما احب احد يسحبني وامشي وراه. تفضل. زين سحبيني انتي. ارجوك اترك ايديني. ليلى اقول لك هدي ايديني. هين يصير خير. عشا مضبوط. عليك بالعافيه. الله يعافيك. قص ماي. منصور ماي منصور. وعلي تحرك بسرعه. اشرب. اكو احد ينسى الماي على الاكل يا غبي؟ صب مره ثانيه، صب الماي هنا. انا بحياتي ما شفت صبي غبي مثله، من وين يبينا هذا؟ انا ماني صبي فاهم؟ منصور ماني صبي. عيل غبي. صب الماي هني ودلف، يلا خلصنا. صب الماي هني ودلف، يلا. منصور